ودعا لأقوام الدمستاني الكبير يقول: يا لله ما الخطب الفظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوا علي شبه أولادي جميعا. جاب ضامة جوا جبته، طلع قدام القوم: يا قوم هذا طفل رضيع ما شرب الماء منذ 3 أيام، عطشان. قام يغمى عليه دموع روحه: اسقوه الماء وأرجعوه إلي. اختلفوا القوم: اسقوه لا تسقوه ما أدري إيش. عمر بن سعد قال له: حرملة اقطع نزاع القوم. شو أسوي؟ قال له: ارميه بسهم خلصنا منه، سوالنا مشكلة هذا الطفل. يقول: وضعت السهم في كبد القوس وأنا أبحث عن مكان ضربة تكون قاتلة للطفل. المختار قال لكم هذا حرملة، وين حرملة؟ زين العابدين دز لي 3 لحد الآن رسل يسألوني الزمت حرملة وما الزمت حرملة. قال لهم: هذا علي بن الحسين أبو الرحمة 3 مرات يدز لي يسألوني عن حرملة. ما تقولوا لي شو مسوي هذا حرملة اللي علي بن الحسين 3 مرات يدز عليه؟ يا بقتلنا فلان اقتلنا. حرملة الزمت حرملة ولا حرملة العلويات سئلا زين العابدين حرملة. ما دام حرملة حيا فكأن المختار لم يعمل شيئا. جيبوا لي حرملة، شوف شنو حرملة، يقول لي حرملة. طلعوا لي اياه لقوه، قال له: لك حرملة تدري هذا زين العابدين ابو الرحمة 3 مرات يدز لي 3 رسل عليك يا وما تدري؟ ما تقول لي شو مسوي. حرملة سولف لي. قال له: امير انطوني سهام اصبت ببعضها واخطأت ببعض. قال له: شنو السهام اللي اصبت بيها؟ قال له: السهم الاول بعين العباس. قال له: زين حرملة. السهم الثاني؟ قال له: السهم الثاني عبد الله بن الحسن وقع على صدر عمه الحسين من رادوا يذبحوه، ضربته بسهم ذبحته على صدر عمه بحيث دمه طشر على وجه عمه الحسين. قال له: زين بعد؟ قال له: السهم الثالث بقلب الحسين اسقطت من جواده للحسين وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. قال له: بعد حرملة سولف لي. ندمي ألا تسمع ماذا رأى الحسين يوم عاشوراء، وحسبك ما فعلته أنا به، فاسمع ذلك قبل أن تموت. عندما استولى العطش على معسكر الحسين بأكمله، دخل بطفله وكان له 6 أشهر، فرفع الطفل على رأسه ونادى ونادى ونادى. قال له: الحسين طلع لنا طفله عطشان. وكنت أبحث عن مكان ضربة تكون قاتلة الطفلة. هبت ريح كشفت لي عن رقبته كأنها إبريق فضة من بياضها وجمالها. ضربته بسهم ذبحته من الوريد للوريد على صدر أبيه الحسين. الكسر قلبي يا أمير أن الطفل من انضرب بالسهم قطع القماط واحتضن أبوه الحسين. السهم الثالث سددته عندما رفع الحسين ثوبه ليمسح الدم عن جبهته، فوقع في لبة صدره. اقطع صوتك أيها اللعين.